بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله ومن والاه. إخواني الأفاضل، كنحمد ربي سبحانه وتعالى اللي وفقنا في هذا الجمع الطيب المبارك، اللي كنطلب الله سبحانه وتعالى نتوفقوا للصواب، ونقولوا إن شاء الله سبحانه وتعالى داك الشيء اللي كيرضي ربي سبحانه وتعالى، وداك الأمر اللي يرضى علينا به ربي سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. أيها الإخوة الأفاضل، في هذه الدقائق المعدودة إن شاء الله سبحانه وتعالى غنهضر على واحد الأمر عظيم جلل خطير. نسأل الله سبحانه وتعالى العافية، نسأل الله سبحانه وتعالى يعصمنا من الوقوع في هذا الخطر، اللي نسأل الله عز وجل السلامة اللي يوقع فيه والعياذ بالله غادي يكون خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. هاد المصيبة العظمى والكارثة يعني الخطيرة اللي انتشرت بين أوساط الكثير من المسلمين اللي كيشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المصيبة أيها الإخوة الأفاضل هي مصيبة الشرك بالله سبحانه وتعالى. فهذا الأمر أيها الإخوة الأفاضل لتأمل أحوال المسلمين المؤمنين إلا من رحم الله عز وجل، كيلقاهم أنهم معظمهم كينتقدوا التوحيد ديالهم والعياذ بالله بارتكاب مجموعة من الأمور اللي كتعتبر من الشرك بالله سبحانه وتعالى. ومعنى الشرك أنك تشرك مع الله سبحانه وتعالى شي واحد آخر من غيره عز وجل في عبادته. وربي سبحانه وتعالى توعد المشركين والعياذ بالله بعذاب أليم شديد، نسأل الله سبحانه وتعالى. وجو آيات زجرية يعني كتنهى النهي الشديد على هذا الشرك بالله سبحانه وتعالى. لماذا أيها الإخوان؟ لأنه أكبر الظلم، والله أيها الإخوة الأفاضل أكبر الظالمين وأكبر المعتدين على نفسه وعلى حق الله عز وجل هو هذا الإنسان والعياذ بالله اللي كيشرك بربه سبحانه وتعالى في عبادته. وربي سبحانه وتعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. واش عرفت أيها الأخوة الفاضل اش قال ربي سبحانه وتعالى في هذه الآية؟ إن الله، راه ربي سبحانه وتعالى ما كيغفرش هذا الذنب والعياذ بالله إلى مات الإنسان ولم يتوب منه، نسأل الله سبحانه وتعالى العافية. لذلك خص الإنسان يحذر أشد الحذر أنه يقع في هذه المصيبة، نسأل الله عز وجل لنا ولكم السلامة منه. وقال ربي سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. والعياذ بالله هذا ضل واحد الضلال كبير جدا، نسأل الله السلامة والعافية. اللهم عافنا وعافي جميع المسلمين من هذه المصيبة التي ابتلينا بها، يا رب تعافي جميع المسلمين من هذه الكارثة وهذه المصيبة اللي تبتلى بها كثير من المسلمين. وربي سبحانه وتعالى أيضا جاء الأمر بالوعيد الشديد. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ربي سبحانه وتعالى والعياذ بالله حرم، راه المشرك ما غاديش يدخل الجنة، المشرك لن يدخل الجنة والعياذ بالله إذا مات على الشرك
فإنه لن يدخل الجنة، ما غاديش يدخل الجنة إلا ما تابش لربي سبحانه وتعالى. لذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم جاءوا باش أمروا الأقوام ديالهم بضرورة توحيد الله سبحانه وتعالى، لأنه لا قيمة لأعمالهم، راه تشي قيمة ما كاين الأعمال ديالهم، سواء الإنسان صدق وزكى وعمل الأعمال ديال الخير وحج ولكن كيشرك بربي سبحانه وتعالى، داك الشيء كامل والعياذ بالله كيولي صفر على صفر، نسأل الله سبحانه وتعالى. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لأن ربي سبحانه وتعالى قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ربي سبحانه وتعالى كيخاطب الأنبياء أفضل الخلق وكيقول لهم راكم إلا شركتوا بالله سبحانه وتعالى راه ما عندكم والو والعياذ بالله، نسأل الله سبحانه وتعالى السلام والعافية. لذلك هذا الأمر أيها الإخوة الأفاضل راه جلل وعظيم، لذلك الإنسان خصو يكون على حذر من هذه الأمور اللي غنذكر بإذن الله سبحانه وتعالى باش ما يوقعش فيهاش، باش ما يستغت بغير الله سبحانه وتعالى، يمشي الولي الفلاني يطلب غير الله سبحانه وتعالى. الولي راه جيت طالبين تسليم ورجال تسليم وطالبين وجايب الذبيحه والعياذ بالله وجايب ولاد وقال لك يزور لهم ويضيع امواله ويضيع عمره في الشرك بالله في الوقوع. وتلقى الإنسان دابا نسأل الله سبحانه وتعالى كينفق المال وكينفق ليشرك بالله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لعن الله من ذبح لغير الله. راه كنزعتي الاعتقاد ديالك في ربي سبحانه وتعالى ومشيتي هذه العبادة اللي هي الدعاء أعطيتها لغير الله سبحانه وتعالى فأنت ظالم، فأنت أنت ظلمتي راسك وظلمتي عبادة ربي سبحانه وتعالى وتركتي ربي سبحانه وتعالى اللي عنده ملكوت السماوات والأرض وله خزائن السماوات والأرض، وكتجعل الاعتقاد ديالك والعياذ بالله في هذا المقبور، في هذا الإنسان اللي ميت، وكتقول بغيتي البركه. اش من بركه عند هذاك السيد؟ راه هذاك السيد الا كانت عنده شي بركه راه داها معاه عند ربي سبحانه وتعالى. هو اللي بغى منك الدعاء وبغى منك تدعي ليه وبغى منك يعني مجموعه من الامور، ماشي انت اللي محتاج ليه. نسأل الله عز وجل. اين هي عقول المسلمين الان؟ فين هم عقول المسلمين اللي كيطلبوا غير الله سبحانه وتعالى؟ واين هي عقول المسلمات اللي هز الفروج، اللي هز الشمعه، اللي هز السكر؟ نسال الله سبحانه وتعالى. قالت لك تمشي تطلب البركه، اش من بركه؟ جلسي في دارك وعبدي ربي سبحانه وتعالى. واذا سالك عبادي عني فاني قريب. راه ربي سبحانه وتعالى قريب منك، غير طلبيه، غير طلبوه وغادي يستجيب لك ربي سبحانه وتعالى. وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. نسأل الله عز وجل العافية. يعني الإنسان ينبغي أن يضع يقينه ورجاءه كله في الله. يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاه. إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعين بالله. إلا بغيتي شي حاجة لا تسول إلا ربي سبحانه وتعالى ولا تستعين إلا به عز وجل، فبيده ملكوت كل شيء. علاش غتمشي لغير الله سبحانه وتعالى وكتلجئ ليه وكتمشي عند المشعوذين والسحرة والعياذ بالله وكتطلب منهم باش ينفعوا فلان ولا يضروا فلان؟ نسأل الله سبحانه وتعالى. راه هذاك المشعوذ والساحر كون عنده شي ما يدير، كون دارو الراس هو اللي كيتحكموا فيه الشياطين. نعوذ بالله، نعوذ بالله من عبادة الشيطان ومن أعوان الشيطان الذي يحاربون اللي كيحاربوا توحيد ربي سبحانه وتعالى. أين هي عقولكم أيها الإخوة الأفاضل الذين تستغيثون بغير الله وتتمسحون؟ وكتلقى الإنسان كيتمسح بالحيوط والعياذ بالله، طالبين تسليم، طالبين شكيكور، راه غيضربوك رجال البلاد، راه غيضربوك رجال تساوت، راه غيضربوك ركراكا، راه غيضربوك. نسأل الله سبحانه وتعالى العافية. أين عقلك أيها الإنسان المسلم؟ تب إلى الله سبحانه وتعالى، تب إلى الله عز وجل قبل أن تلقى، قبل ما تموت وتندم، ولن يفيدك الندم إذ ذاك. نسأل الله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام عياما يحذر الأمة ديالو من الشرك، وجاءوا أحاديث كثيرة جدا، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله، قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين.
النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا واش عرفتوا أشنا هما أكبر الكبائر؟ قالوا ليه بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى راكي لا شركتي بربي درتي أكبر الذنوب وأعظم جرم، نسأل الله سبحانه وتعالى العافية. ورسول الله عليه الصلاة والسلام قال في الحديث اللي رواه البخاري اجتنبوا السبع الموبقات المهلكات اللي كيحبطوا الأعمال ديال الإنسان، نسأل الله سبحانه وتعالى. قالوا من هن يا رسول الله؟ قال الصحابة شنو هي هذه الأعمال يا رسول الله اللي كتحبط الأعمال ديالنا؟ قال الشرك بالله. ذكر أول ما ذكر الشرك بالله، ثم السحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. ولكن أيها الإخوة الأفاضل، وخا الإنسان قتل ولا زنا والعياذ بالله، ولكن هذا تحت مشيئة الله، يقدر ربي سبحانه وتعالى يغفر ليه. ولكن والعياذ بالله المشرك إلى مات والعياذ بالله فهذا ولم يتب إلى ربي سبحانه وتعالى فهذا ليس له عند الله مغفرة. ربي سبحانه وتعالى ما غاديش يغفر ليه. نسأل الله عز وجل العافية. وغنختموا إن شاء الله سبحانه وتعالى بواحد الآية قال فيها ربي سبحانه وتعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فرحمة الله سبحانه وتعالى